وحشتني يا ابن ابني. اسمع، في بنت جميلة اسمها كاترين، كانت ماشية مرة في منطقة أو في بلد اسمها بالتيمور. المكان ده مليان سياح. قالت طب ما أعمل عربية آيس كريم تبرد على الناس في الحر ده، بس ما كانش معاها فلوس تجيب عربية كبيرة. عشان كده بدأت بحاجة بسيطة جدا اللي هي عجلة آيس كريم. بس من أول يوم بدأت تعمل صفحة على السوشيال ميديا والناس عرفتها وحبوها. دلوقتي بتقول طب الكلام ده عادي يا عم رائد. ايه الجديد بقى؟ الجديد ان البنات بدأوا عايزين يقلدوها وبقوا عايزين عربيات ايس كريم بنفس الشكل يتصوروا جنبها ويبيعوا زيها. وهنا جت الفكرة العبقرية عند كاتر، عملت أكاديمية ازاي يبدأوا مشروعهم بعجلة بسيطة وسمتها بايك بيزنس يونيفرسيتي. يعني الفكرة نفسها واد مش جديدة، الفكرة ان هي حولت مشروعها لبراند وبقت رول موديل لبنات كتير. يا واد كاترين عملت من عجلة ايس كريم جامعة، وانت لسه بتقول اهو افطر فول وطعمية. اقعد يا ابني اقعد، ما تفرهدنيش، وتابعني يا واد لو عايز تكسب فلوس.